في العالي اكتر بكتير وبقت اوفر الصراحه، والمنافسه بين الموبايلات بقت شبه محسومه في كل الفئات مش فئه معينه. وبالرغم ان هم كل الفئات يعتبر شبه محسومه المنافسه، بس في نفس الوقت اللي انت هتلاقي ان في موبايلات افضل بكتير من المنافسين التانيين، بس في نفس الوقت هتلاقي ان في موبايلات اتظلمت بسبب التسعير بتاعها. وفي نفس الوقت اللي انت هتلاقي ان في موبايلات اتظلمت بسبب التسعير بتاعها، هتلاقي برضه موبايلات تانيه بسبب التسعير بتاعها هتلاقي ان هي افضل من الموبايلات اللي هي طلعت فيها في الفئه المتوسطه علشان تنافسها. فطبعا انت هتلاقي في لخبطه كتير، بس انا هفهمك الحوار عامل ازاي وهقول لك على افضل موبايلات موجوده في كل فئه. بس يعني الحوار كله هو عباره عن حلبة مصارعه، اللي بيعرف يلعب وهو اللي بيعرف يطلع التاني هو اللي بيكسب. يعني هي عباره عن رويال رامبل، ممكن تقول اللي هي 30 مصارع في الحلبة واللي بيطلع التاني هو الكسبان. ومعانا اول مصارع من الموبايلات دي وهو الريدمي نوت 12 5G، موبايل من الفئه الاقتصاديه بيجي بحاجات قويه جدا. تعالوا نشوف هو فعلا بيقدم قيمه مقابل السعر ولا لا. بس طبعا قبل ما نبدا اعمل لايك شير سبسكرايب، فعل زر الجرس عشان يجيلك فيديوهاتنا كلها باول باول، واعمل شير كده ويلا بينا نبدا. اول حاجه هنتكلم عليها اكيد وهو الديزاين. اول حاجه عشان نبقى متفقين، الموبايل ده في الديزاين بتاعه والشكل بتاعه انت مش هتشوف زيه في الفئه اللي هو فيها، لان هو من افضل الديزاينات او هو بل يكاد هو الافضل فيهم اصلا كلهم. الديزاين بتاعه حلو جدا، كمان هو جاي من شكل سلسله السامسونج اللي هي سلسله الاي، وهو الصراحه سلسله الاي الديزاين بتاعها بيبقى تحفه جدا. شكل المربع بتاع الكاميرات اللي بيبقى موجود فيه الكاميرات لوحدها ده بيبقى شكله تحفه جدا الصراحه، انا عاجبني الشكل شخصيا. ده غير كمان ان هو بيجي من البلاستيك، بس البلاستيك اللي هو النوع البريميوم اللي انت حاسس ان انت ماسك موبايل فخم جدا في ايدك. والموبايل السمك بتاعه يعتبر هو بنفس السمك بتاع الايفون، ممكن يكون هو ارفع سنه بس هو يعتبر جاي بنفس الشكل العصري بتاع الايفون اللي هو بيبقى عريض او اللي هو السمك بتاعه تخين شويه، ولكن الماسكه بتاعته كويسه جدا بسبب الكيرفات اللي موجوده في الظهر. والصراحه الشكل عامه كله كتوتال من الديزاين والسمك هو شكله رايق جدا، وعامه الموبايل مش تقيل في الايد، غير ان هو مقاوم للميه والغبار ودي حاجه كويسه جدا بمعيار الاي بي 53. ودي طبعا انا لازم اقول عليها ميزه لانها ما بقتش موجوده في بعض الموبايلات دلوقتي، وحتى كمان في موبايلات بال 20000 وال 22000 بتلاقي برضو ان ما فيهاش المعيار ده، وده حاجه كويسه ان احنا نلاقيها، واحنا لازم نقول عليها ان هي عيب ولا ميزه على اساس ان هي موجوده ولا لا. ولو هنبص فوق وتحت الموبايل فاحنا هنلاقي هنا المدخل الشحن، وبعد كده عندك السماعات، واخيرا وليس اخيرا الميزه طبعا اللي لازم نقول عليها ميزه برضو اللي انت عندك هنا مدخل السماعات 3.5 مللي، ودي طبعا حاجه جميله جدا ونشكر عليها شاور. في ظل بعض الموبايلات وبعض الشركات اللي هي ما بتحبش تحط المدخل السماعات 3.5 مللي، مع ان البطاريه صغيره، يعني البطاريه 4000 ملي امبير وبرده ما تحطش مدخل السماعات، مش فاهم ليه. فطبعا لازم نقول برده ان دي من ضمن المميزات الموجوده في الموبايل. وتعالوا بقى نتكلم هنا عن الشاشه بتاعه الموبايل، ودي من اكتر الحاجات اللي مركزه عليها شركه شاومي او شاومي عامه في الموبايل ده، لان الموبايل ده بيجي بشاشه اموليد وكمان مش 90 هرتز، لا بتيجي ب 120 هرتز. وطبعا زاويه الرؤيه بتاعه الموبايل ده هي تحفه جدا، من كل الزوايا هتلاقي الالوان 100 حتى الالوان الطبيعيه بتاعتها طبيعيه جدا، الالوان مش فاقعه والالوان مش بهتانه، الالوان جميله جدا. كمان تجربه مشاهده الافلام هتبقى فوق الروعه في الموبايل ده غير كمان تجربه الاستخدام بسبب 120 هرتز. هتلاقي طبعا في السكرول او في كمان التصفح عامه اللي هو الحاجه الطبيعيه جدا في الموبايل، هتلاقي الدنيا معاك سلاسه بشكل كبير. وطبعا ده غير السوفت وير اللي موجود بسبب ان هو ما فيهوش بجات، السوفت وير MIUI 14 الجديد مخلي الدنيا كمان اسلس بكتير، وطبعا ده هنتكلم عليه قدام شويه هو وكمان والمعالج. ده غير كمان ان استغلال الشاشه هنا يعتبر حلو جدا، الحواف هنا يعتبر من الجانب ومن فوق ومن تحت حلوه على قد ما يقدروا ان هم يعرفوا يقللوها. هنا الحواف يعتبر ما فيش اكبر حافه موجوده غير الحافه اللي تحت الدقن الصغيره، وهي صغيره يعتبر مش كبيره برضو، حاجه كويسه جدا في الموبايل. اللي انت هتلاقي ان الموبايل يعتبر حجمه كبير في ايدك. ده غير كمان ان الموبايل بيوصل لغايه 1200 نتس علشان طبعا تقدر ان انت تشوف فيه في زوايا الشمس اللي منعكسه عليك وتقدر ان انت تشوف بوضوح. وطبعا الموبايل ده طبعا اللي بيميزه اللي انا قلت لك ان هو بيجي 120 هرتز بخلاف المنافسين كلهم اللي بيجوا ب 90 هرتز. طبعا معظم الموبايلات اللي في نفس الفئه بتيجي بشاشه اموليد، بس افضل حاجه ان هو بيجي 120 هرتز مع كمان السوفت وير بتاع شاومي MIUI 14 اللي بدون بجات، وان هم فعلا عالجوا البجات بشكل كبير جدا في الموبايل هنا وعامه في السوفت وير بتاعهم الجديد. طبعا والشاشه اموليد و120 هرتز فاحنا اكيد محتاجين بطاريه عملاقه علشان تقدر تستحمل ده كله والموبايل يقعد معاك اليوم كله. وبالفعل شاومي عملت كده في الموبايل بتاعها اللي موجود معانا، وهو البطاريه اللي معانا هي 5000 ملي امبير، ودي حاجه كويسه جدا اللي احنا لازم برضو ناخد بالنا ونقول عليها للشاومي اللي هي شكرا ان هو بالرغم البطاريه الكبيره اللي موجوده في الموبايل وفي نفس الوقت حاطه مدخل سماعات 3.5 مللي. هي بسيطه، شاومي بتقول لكم بسيطه اهي، يعملوا مدخل سماعات 3.5 مللي مع بطاريه 5000 ملي امبير، الموضوع ببساطه جدا سهل. ده غير كمان ان هنا عندك الشاحن 33 واط وبيجي في العلبه، وبالمناسبه العلبه يعتبر فيها كل حاجه ما عدا السماعات، وده طبيعي جدا على شاومي. هي بتقول لك انا بجيب لك كل حاجه بس ما بحطلكش سماعه ليه ما اعرفش يعني، فما علينا. والشحن الموجود في العلبه هيشحن الموبايل من 0% ل 100% يعتبر في ساعه وتلت تقريبا بالكتير قوي، وده رقم حلو على فكره مش وحش خالص، الرقم ده كويس جدا. ولو انت مستعجل حط الموبايل 5 دقائق على الشاحن هتلاقي ان هو شاحن معاك رقم محترم هيقعد معاك اليوم كله. ده غير كمان ان كده كده الموبايل هيقعد معاك اليوم كله، ولو انت استخدامك بسيط
فالموبايل هيقعد معاك لتاني يوم ده اكيد. ده غير كمان المعالج اللي موجود في الموبايل هنا اصلا هو اصلا بيوفر في البطاريه بشكل كبير جدا، وطبعا ده هنتكلم عليه قدام شويه برضه. وتعالوا بقى نتكلم على الكاميرات، وهي تاني حاجه حلوه جدا في الموبايل ده، وان شاومي مركزه عليها بشكل كبير في الكاميرات. وعندك هنا 3 كاميرات في الظهر. اول كاميرا اللي هي بتيجي ب 50 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 1.8، وعندك الكاميرا الثانيه والثالثه بيجوا ب 2 ميجا بكسل، واحده بفتحه عدسه اف 2.2 والثانيه فتحه عدسه اف 2.4، واحده مخصصه للالترا والثانيه مخصصه للماكرو. وعندك هنا الكاميرات بتصور بجوده 1080 30 فريم بير سكند، والصور اللي انت بتاخدها من الكاميرا هنا هي من افضل الكاميرات اللي انت ممكن تاخدها من الفئه المتوسطه او من الفئه اللي بتيجي فيها الموبايل، لان هنا التفاصيل بتاعه الموبايل جميله جدا، الكونتراست بتاعه الالوان محترمه جدا، التفاصيل حتى مهما زومت هتلاقي يعني في تفاصيل بشكل كويس جدا، حتى كمان الجوده في ظل الاضاءه القليله بتاخد تفاصيل محترمه جدا من الموبايل. فعشان كده ده يعتبر من افضل الموبايلات اللي موجوده في الكاميرات في الفئه اللي هو فيها. وانا ليه قلت ان هو من الافضل؟ لان بسبب ان الكاميرا السيلفي اللي هنا هي الفتحه العدسه بتاعتها ضيقه شويه، وده اللي مخلي ان هي في ظل الاضاءه اللي هي مش قويه قوي تلاقي ان في بعض النويز الكتير اللي موجوده في الصوره بتاعتك. لكن غير كده بتلاقي ان التفاصيل حلوه جدا لو هي في ظل الاضاءه كويسه او في الشمس او بتاع، هتلاقي ان الاضاءه حلوه هتديك تفاصيل كويسه. لكن لو في الاضاءه القليله هتلاقي ان التفاصيل وحشه شويه بسبب النويز اللي هتبقى موجوده في الشاشه، لان الكاميرا السيلفي بتيجي ب 13 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 2.5، وده هي اللي مخليه ان النويز تبقى موجوده في بعض الصور. غير كده على فكره الكاميرا السيلفي حلوه جدا، السكين تون بتاعها مقبول الى حد ما، هو مش افضل حاجه بس مقبول جدا وشكله كويس جدا، ما بيخلكش مثلا انت طالع فامباير او حاجه كده اللي هو بني ادم ميت، لا في الوان وفي السكين تون بتاعك صاير وشكله حلو. ده غير كمان ان هنا العزل ما بيغلطش وبيعمل العزل بيرفكت جدا وشكله ممتاز. والموبايل هنا كمان الميزه بتاعته ان هو بيجي ب3 نسخ. عندك اول نسخه اللي هي ال 64 4 جيجا رام، وعندك النسخه الثانيه 128 6 جيجا رام، وعندك النسخه الثانيه برده هي 128 بس بتيجي ب 8 جيجا رام. وطبعا انا انصحك بتاني نسخه ما تاخدش ال 64 دي خالص، لان يعتبر ال 64 هي سنه كمان وهتلاقي ان 64 دي اتلغت، فطبعا انا انصحك بتاني نسخه افضل. والموبايل هنا بيجي او بيبدا من اول سعر $200، يعني قول 6000 جنيه مصري بالمية، وده اللي هو اقل نسخه. لما تعلى في اعلى نسخه هتلاقي مثلا هو وصل معاك ل 8000 تقريبا او 7000 ونص، وده برده رقم كويس. بس لو هنيجي برده نتكلم على الموبايل فهو ده يعتبر من افضل المنافسين من ناحيه البطاريه وتوفير البطاريه والشاشه، ويعتبر كمان الكاميرات، وده برده بسبب المعالج اللي موجود هنا اللي هو موفر البطاريه اللي هو سناب دراجون 685، واللي هو بيجي ب 6 نانومتر اوكتا كور 8 انواع. المعالج ده مش اقوى حاجه موجوده في الموبايل او مش اقوى حاجه موجوده في السوق، بل ستيل هو يعتبر بيحافظ بالبطاريه بشكل كويس جدا وبيحافظ بالبطاريه بشكل كبير، وهو برده في نفس الوقت هو سلس جدا، مفيش اي بجات هتحس بيها، مفيش اي تهنيجات هتلاقيها. حتى كمان في الالعاب هتقدر ان انت تشتغل على الهاي او على سموث، تلعب على فريم ريت الترا، يعني يعتبر تاخد 40 فريم او 45 فريم بالميت، ودي حاجه برده كويسه مش وحشه جدا. ولان يعتبر السوفت وير بتاع شاومي هم خلوه خفيف جدا ما فيهوش اي بجات يعتبر. ولازم تاخد بالك من نقطه معينه انا لازم اقولها لك. انا قلت قبل كده ان موضوع ان المعالج انت ممكن يكون معاك معالج وممكن يكون معاك رامات وممكن يكون معاك سوفت وير ويكون معاك ذاكره تخزين. خد بالك ذاكره التخزين كمان بتاثر، الحاجات دي كلها وغيرها كمان الحاجات دي كلها بتاثر على سرعه المعالج. ممكن تلاقي معالج ضعيف بس موجود معاه رامات كويسه والذاكره الداخليه ممتازه والسوفت وير حلو جدا، ينافس ويبقى احسن كمان من معالج موجود اقوى منه. وده اللي حصل مع ريلمي 6 وريلمي 6 برو. لو انتوا فاكرين الموبايلين دول احنا قلنا ان ريلمي 6 افضل، مع ان كان في معالج اقل من المعالج الريلمي 6 برو، بس الريلمي 6 كان افضل في الالعاب، وده لان بسبب الكاستمايز بتاع المعالج والسوفت وير كانوا افضل بكتير مع بعضيهم، وحتى كمان الرامات كانت بتقدر تخدم احسن من المعالج اللي كان موجود في ريلمي 6 برو. فلازم تعرف ان كمان المعالج الرسومي والرامات والذاكره الداخليه والسوفت وير ده كله بيأثر على الاداء نفسه. وبالنسبه للسوفت وير هو يعتبر انت هتلاقي ده افضل سوفت وير حصل لشاومي من ساعه ما جت لي يعتبر لغايه دلوقتي، فيعتبر السوفت وير ده لغايه دلوقتي امن، واللي هو الميو اي 14 ومع الذاكره الداخليه 128 جيجا مع 6 جيجا رام، فطبعا انت هتاخد افضل اداء ممكن. وطبعا لو انت جيمر وبتحب تلعب العاب اكتر من 45 فريم، وده اكيد لو انت تلعب ببجي موبايل او تلعب في اي حاجه فيها شوتر، فانت محتاج اكيد طبعا موبايل بمعالج اعلى من كده زي مثلا الهيرو جي 95 او 99، واللي هو يعتبر مش اقوى منه بشكل كبير بس هيديك فريمات اعلى منه بكتير، او فريمات على الاقل محترمه هتوصل ل 50 فريم او 60 فريم كمان، ودي حاجه كويسه جدا طبعا هتناسب معاك. اعتقد ان انت ممكن تروح لموبايل تاني غير الموبايل ده. وبس كده، يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير سبسكرايب. كان معاكم عمر هاني، رمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين، في امان الله.